الحمد لله. الإنسان ممكن يكون تفوق في المجالات الدراسية اللي قرا فيها وشهد له الأساتذة ديالو وجاب نقاط مزيانة في الامتحانات، هذا شيء طيب. ومن بعد خصوصا بعد البكالوريا كيمشي واحد التخصص معين، كيمشي يدير الهندسة، يمشي يدير الطب، يمشي يدير الإعلاميات، يمشي يدير الميكانيكا، يمشي يدير فروا كليماتيزاسيون، يمشي يدير الدراسات الإسلامية، يمشي يدير، المهم كيمشي لواحد التخصص معين. في ذاك التخصص يقدر يكون هو أعلم أهل الأرض في ديك اللحظة في ذاك التخصص، لكن راه إلا ما كيفهمش لواحد التخصص اخر راه ما عندوش الحق ادبيا، عقلا، شرعا، عرفا، انسانيا، احتراما لنفسه، ما عندوش الحق يخوض في واحد التخصص اللي ماشي ديالو. ما تنعرفش لشي حاجه ما ندويش فيها، بغيت ندوي فيها سهله، غنمشي عند الناس اللي هما متخصصين غنقول لهم واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه في هذه المسائل هذه، الناس غادا تفتيني بما هم له اهل. بحال مثلا ملي كنشوف واحد العالم مهما بلغ علمه في الشريعه مثلا والفقه، مجتهد مطلق، غيجي عنده واحد السيد غيقول ليه السي العالم انا فيا السكر، واش نصوم رمضان ولا ما نصومش؟ هذاك العالم غيقول ليه غادي تمشي تشوف الطبيب، هو اللي غادي يقول لك الحاله الصحيه ديالك. ملي الطبيب غيقول ليه الحاله الصحيه ديالك ان الصيام قد يضر مباشره بحالتك الصحيه، الطبيب ما غيفتيش، الطبيب غيعطيه الحاله الصحيه ديالو في علاقه بالصيام. غيجي داك السيد عند العالم غيقول ليه اش قال لي الطبيب؟ ديك الساعه العالم غيقول ليه اما صوم اما لا. قال ليه راه الطبيب قال لي راه شي الصيام غيضر بالصحه ديالو، اقول ليه ما تصومش، فطر، وعلى حسب المسائل اللي متعلقه بالصيام. هذا مثال بسيط جدا. فعلاش ملي كنلقاو واحد في واحد التخصص معين الا هو ما له مزيان وغادي فيه بخير وعلى خير، علاش كيبغي يجي ويبدا يتطاول على الشريعه وعلماء الشريعه ومحاضن الشريعه كأن الشريعه كلأ مستبح؟ فالله يجزيكم بخير، احترموا تخصصاتكم باش تحترموا نفوسكم، باش يحترموكم الناس، وما نحطوش ريوسنا في مواقف اللي ما هياش. السلام عليكم ورحمه الله.